سنة يا أهلي كورة، 100 سنة وشوف كم بطولة وراك يا أهل. أنا كعبي دابي يا نسر الأهلي طايف، واحنا وراك يا أهلي في كل حتة، وراك تسمع صوتنا من التالتة. اخواتي عاملين ايه يا رجاله؟ اخباركم ايه؟ طبعا رجاله بقالنا كتير ما بنصورش، داخلين في تقريبا 20 يوم 25 يوم، فطبعا احنا كنا بنحضر لمفاجأة. تمام كده؟ عايز تعرف المفاجأة؟ خليك معايا. هجيلك من هنا عشان خلاص تقريبا ده الفيديو اللي قبل الاخير للسلاكه اللي ورانا دي. السلاكه اللي ورانا دي خلاص اتباعت. انا كنت طالع اعمل لك فيديو بيها ان احنا هنبيعها، بس هي كنت نزلت من اسبوع ريلز كده على اليوتيوب والفيس، والحمد لله صاحبها جه خدها. والمفاجأة اظن انت عرفتها، اغلبية الرجالة كلها اشترت عيون سلك ما شاء الله، اذا كان يوسف صبحي ولا يوسف الرايق ولا مهند ربنا يبارك لهم، وكمان احمد ماهر كان تقريبا هو اللي ابتدى، لان الدنيا كانت عنده مش احسن حاجة. فاحنا قررنا نجيب عيون سلك. تمام كده؟ او احنا جبنا عيون سلك، بس العيون سلك انت مش هتشوفها النهارده. الوش دوت انا اعتبر فضيته. تعرف مبدئيا كده قبل ما نخش في اي حاجه، في حاجه بنعملها في الادراج بعد ما بننضفها لازم تبقى عارفها، والحاجه دي هقولها لك برده في الفيديو، بس خلينا في موضوع الفيديو. طبعا احنا عايزينك بس تعمل اشتراك وتعمل لايك على الفيديو. عايزين الفيديو ده مثلا 500 لايك، مش طماع يا عم. تمام كده؟ الوش ده احنا رجاله خلاص بعناه. خلينا نفتح الكاميرا بس عشان تشوف الوش كله. الوش ده 12 عين، 70 في 70، ارتفاع 50، ارتفاع كده 50، وعمق تقريبا 55 60. تمام كده؟ الوش ده يا معلم احنا كنا جايبينه من سنه، وخلاص بقى يعني زي ما بقول كده عايزين نطور ونخلينا في الاحسن. طبعا عيون السلك مفيش غنى عنها، احنا طبعا عندنا عيون سلك، وده طبعا بعد التجربه اللي احنا جربناها مع عيون السلك والشغل مع عيون السلك، ففضلنا ان احنا يبقى كل سلكاتنا سلك. حتى الوش ده احنا جبنا اللهم صل على النبي عيون سلك من نفس المكان اللي يوسف الرايق بيتعامل من نفس المكان اللي يوسف الرايق يتعامل معاه، وراجل صراحه خامته نظيفه احسن كمان من العيون السلك دي. العيون السلك دي تقريبا يعني ده شغل سوق ماشي. التاني حاجه محترمه وخامه محترمه، وغيرنا بقى فكرتنا بالنسبه للفخار. مش هيبقى فيه في المكان كله مزق فخار غير في الوش دوت بس. ده لو فضل يعني احنا لسه لما نيجي نشيل دوت باذن الله بكره او بعد بكره ونبدا نشوف العيون اللي احنا جبناها هيجوا كلهم بالعيون دي هنا ولا لا. وبعد كده هنبدا نشوف ده يعني ده لو لخمني الوش ده لو لخمني هشيله وهقصه، لان عندي عينين هنا تحت انا مش بستخدمهم. العينين دول انا عملتهم مكسح عشان خاطر طبعا لما الخشب والامونيا وقص كده وحشرات وبتاع، فانا الموضوع بالنسبه لي انا مش عايز كده، انا عايز احافظ على الحاجه اللي انا بفرخها. تمام؟ فاحنا عشان نحافظ لازم يبقى في ارتفاع ما بين القص اخر قص وبين الارض، عشان خاطر الامونيا والحشرات والكلام ده كله يعمل لك مشاكل. تمام كده؟ فاحنا الوش ده احنا اللهم صل على النبي عرضناه، وصاحبه الله يبارك له جه خده. طبعا احنا مرضناش نفك الوش، الراجل محاسب عليه بقاله 3 ايام، بس احنا مرضناش نفك الوش عشان خاطر القص دول للاسف الزغلول اللي احنا خلينا الوش عشان خاطره، او الحصوان الوحيده اللي عمرانه اللي احنا خدناها من الدكر ده للاسف كبست وغلطه مني. طبعا بص ثانيه كده، انا عايز افرجك، عايز بس ايه فوكس. زغلول كان هيطلع محترم قوي، زغلول اخضر محترم قوي. تمام كده؟ عندنا احداث كتير حصلت في السلاكه، طبعا دول من ضمن الاحداث اللي حصلت، وان احنا قلنا للراجل لا اصبر علينا شويه عشان خاطر تقدر تاخد الوش اكون انا فضيته. طبعا احنا عندنا تقريبا 5 6 حمامات في الوش دوت. مشكورا بعد ما قلنا له احنا لسه عندنا حمام اللهم صل على النبي
مش هينفع نحركه عشان حصى خلاص قرب يفك وبتاع. فالراجل مشكور، الراجل محترم، وتقريبا ظروفنا كانت واحده. هو قال لي انا مش هقدر اشيل دلوقتي عشان عندي فرح وبتاع وانا قلت له انا كمان مش هقدر افك دلوقتي عشان عندي حالتين، القص الخضر دول، وتعالى اوريك القص المونومنز. عملت معاهم فكره كده بسيطه، قلنا يمكن ربنا يكرمنا فيها، والحمد لله لغايه دلوقتي هي ماشيه بنسبه نجاح حوالي 90%، ان شاء الله تكمل 100%. تعال نبص كده على القص واقول لك القص المونيمنز دول هقول لك قصتهم كل مره. القص دول كنا جايبينهم عليهم ستات لحد حبيبنا قوي، تمام كده، وبعد ما جبناهم حصوا، خدنا منهم حصويتين، حصويه اتكسرت وحصويه طلعت. الحصويه اللي طلعت الزغلول دلوقتي عليه اللهم صل على النبي تقريبا 3 أو 4، تمام كده. فلقيت ان النتايه مش عايزه تحصي خالص، يعني النتايه ما شاء الله نتايه كويسه ونتايه محترمه، مش عايزه تحصي. فقلت اكيد في حاجه، في مشكله، تمام كده. فكان عندي قص مقص، فقلت اجرب ارميها الحصويتين يمكن ربنا يكرمنا والنتايه ترقد او القص يحن للمكان ويبدا يشتغل تاني، لان انا كنت نقلتهم مره في التانيه، فممكن يكون القص قلق مش عايز يحصي، وده ده بيحصل. الحصويتين فيهم حصويه عمرانه وحصويه لا، حصويتين زاجل فيهم حصويه عمرانه وحصويه لا، حصويتين يعني الحصويه اللي لا دي، اللي قصدي العمرانه دي قدامها مثلا 3 4 ايام وتفك. ساعتها هنشوف اذا كان التجربه نجحت ولا لا، تمام كده. عندنا ايه تاني؟ عندنا ايه تاني يا رجاله؟ عندنا هنا النتايه الخضراء اللي هنا، احنا بعنا النتايه دي كنا جايبينها برقم، تمام كده، والحمد لله تقريبا طلعت بنفس الرقم، يعني طلعت لحد حبيبي، فربنا يبارك له ان شاء الله باذن الله ويرزقه خيرها ان شاء الله. انتهى محترمه وهتنقل الخضره عنده في حته تانيه. الراجل ده هقول لك قصه، يعني عبده ده شاب محترم قوي. بص عبده ده شاب محترم قوي. انا كان عندي خضر اللي قبل دول، وكان برضو فيهم مشكله، مش نيتي مش بتحصي، يعني الدكر شغال وكل حاجه، وانا كنت جايبهم زغالين ونيتي مش بتحصي وانا لما باجي ابيع حاجه بقول على عيبها يا جماعه، الحماميه دي فيها 1 2 3، وانا جايبها بقد كذا، وكنت جايبهم ساعتها ب1000 جنيه ال4 حمامات، بعت منهم واحده لواحد صاحبي، وبقى ال3 حمامات بعتهم له ب 750 زي ما هم، تمام، طبعا قبل الاسعار الفلكيه اللي احنا بنسمعها دلوقتي، تمام كده. خدهم ما شاء الله اسبوع والنتايتين حصوا مع بعض، فانا ماليش رزق فيهم، فالحمد لله. طبعا احنا لما جينا نبيع الحماميه دي قلت له الحماميه دي انا جايبها عليها 8، تمام كده، والحماميه دي انا ما خدتش منها حاجه واديتها للذكر، كنت مستعجل عشان خاطر عشان اظبط حضانه وبتاع، فشلتها ورجعت اختها عشان اختها ايه يعني، او النتايه نفس السكه برضو من عند الاستاذ محمد، ما شاء الله يعني بتتجاوب مع الذكر بسرعه، هم واخدين بعض، فما شاء الله يعني بعرف اظبط الميعاد بتاعها. فالنتايه دي ما حصلتش عندي، والنتايه دي جبتها بقد كذا يا ابني، والنتايه دي بكذا. قال لي يا عم ماشي مفيش مشكله. قلت له الحماميه دي ما بتكلفش خشن. بص الامانه هنا في ان انت تبيع حماميه ممكن انا اديها له وهو يكلفها كلفه عاديه، فالحماميه تقع مني. ليه؟ لان هي مثلا هتضوء او هتخس هتتعب كده كده، بتدور على النواعم بس، تاكل مثلا بتاع ده ذره عويجه، قمح، شعير، اللهم صل على النبي، اي حاجه خفيفه بتروح فيها، بلكم فارس شويه كده، فاهمني؟ فالحمايه دي قلت له دي عيبها 1 2 3 وانا ببيعها على السعر دوت. خدها مني ومفيش اي مشكله، ودي الامانه ان انت تكون لما بتبيع حاجه بتقول انا 1 2 3 4 عشان خاطر اللي ياخدها يتعبش معاها ويرجع يقعد بقى يسالك وانت هتتعب فعلى ايه. لا خليك تديله الصح من اول الموضوع عشان خاطر ايه، لا هو هيتعب ولا هيتعبك معاه، فربنا يبارك له في الحماميه. عندنا حاجات كتير في السلاكه وانا مش عايز اسالك في المواضيع كده. انا حكيت لك قصه الوش وهنعمل ايه مع الوش ده. الوش دوت كده فاضل له يومين وهنبدا نفكه ونحط بقى، هنرش المكان طبعا كله، وبعد كده نحط سلكات السلك ونبدا نشغل خط الميه ونبدا نشتغل بالحاجات اللي بتريح الناس. هي ده الجديد. الغاية خشب ماشي، اطلع كل يوم بقى ولا كل 3 ايام نضف الخشب، فاهمني؟ الغاية
لا الغايه ما ينفعش تبقى نسا اوتوماتيك يا عم، في ايه يا عم؟ الناس كلها بتفرق وبره بيفرقوا والدنيا زي الفل والناس شغاله زي الفل. احنا بس اللي عندنا عقده في قوانين، او تحس ان هي يعني دستور احنا حاطينه. فلا خلينا نتطور ونمشي مع الناس عشان خاطر نلحق الناس دي، عشان خاطر نبقى زي الناس دي. بصوا يا رجاله، بص صلى على النبي. القص دول انا كنت جايبهم من حد حبيبي قوي قوي، وانا كنت جايبهم عشان خاطر اخليهم لمزاجي يعني. مصوتهم ما شاء الله النتايه دي 90% من الدم اللي فيها صنعاوي تمام كده. حمام يعتبر بيصرخ، مش بتعزف او بتغرد، لا الذكر عادي، النتايه هي اللي عاليه تمام كده. الحمامتين دول اللي عايزهم هم معاهم زغلول، بسم الله الرحمن الرحيم. هفرجك على الزغلول وهقول لك سبب بيعهم ايه تمام كده. بص يا معلم، ده الزغلول ما شاء الله، ده اول فرخ النتايه، الذكر شغال والنتايه اول زغلول ليها تمام كده. الزغلول ده او انا ببيعهم ليه؟ بص، انا لما باجي احضن او انقل، كل الاحجام اللي عندي زواجل، اذا كان زواجل ولا اخضار، بيبقى حجمهم قريب، لكن ده بيطلع صغير جدا. فعشان احضن تحتيه، عشان احضن تحتيهم او انقل حصاهم واحضنه واطلع منهم زغاليل، هيبقى صعب، لان الزغلول هيبقى صغير جدا بالنسبه للزواجل او بالنسبه للغزار او بالنسبه لاي حاجه عندي. فانا مش هخليهم، هخرجهم. فاللي عايزهم يا رجاله الحمامتين دول ب 500 جنيه زي ما هم جايين بالزغلول. يلا يا عم بنضحي حلو كده. ما عنديش شحن عشان برضو نبقى متفقين. الحمامتين تيجي تاخدهم من البيت، المكان المنيب الجيزه تمام كده. عندنا حاجات تاني، عندنا بقى بصوا، عندنا الحاجه الوحيده الحمد لله اللي وحشه في الثلاجه. القص دول اول شغل تمام كده، والذكر روق اول عيش. فاحنا هناخد الحصل لان احنا مش محتاجين ان هو يرقد، وكده كده كويس ان هو روق، عشان خاطر لما نيجي ننقلهم في السلك تبقى الدنيا ايه تمام معاهم. ماشي الكلام، ماشي الكلام. عندنا الشابتين دول او الشابين دول ذكرين، تقريبا عليهم 6 يوم 5 الله اعلم. انا مش يعني بصيتش عليهم، بس هم في سن ال الحمام اللي عندي عليه 5 تمام كده. الحمامتين دول في الغالب هيطلعوا ذكرين. دول انا واخدهم من يوسف الرايق. الحمد لله نعرف ناخد الحاجه نحافظ عليها ونفرخها كمان، والدنيا الحمد لله زي الفل. ربنا يبارك لنا ويقدرنا على تعبنا. ولو وصلت معايا هنا بقى اعمل اشتراك واعمل لايك في الفيديو. ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في فيديوهات حلوه، واحاول اكثف لكم فيديوهات الفتره اللي جايه. طب يا رجاله، القص السكرتات بتوعنا، القص دول ان ده حصه حصوايه واتكسرت للاسف، فاحنا برضو مش مستعجلين عليهم. ربنا يكرمنا ويبارك لنا في اللي جاي. دول ما عندهمش اي حاجه اقول لك عليها. كل الحمام اللي هيبقى مخلص لسه مش مع بيض او مش مع زغاليل هيبدا يتنقل في السلك، لاني حتى لو خليت الخشب دي هخليها تشبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. القص دول احنا خدنا منهم، كان عندنا طريقه زغاليل اللهم صل على النبي، حوالي 10 زغاليل ولا حاجه. حد خد مننا الطريقه اللي فاتت برضه، هو اللي خد، يعني اللي قبل دي برضه اللي خد دي تمام كده. وخد القص الباكستاني اللي كنا بنبدا بيهم الفيديو تمام كده. القص دول برضه على حسب، دول برضه ان شاء الله باذن الله هنبدا ننقلهم باذن الله في السلك تمام كده. الخضر كريزليات، بص يا باشا، اللهم صل على النبي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. زغلول سقروطه اول فرخنا، فرد حمام تبارك الله، يعني ربنا يبارك لنا فيه ونقدر نحافظ على الزغلول. زغلول محترم وهيتحول بعد ما ان شاء الله باذن الله يكبر، بوريك وشه. فاحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في السكرتات، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونبدا نفرق. القص دول معاهم الزغلول وحصه، وتقريبا يعني النهارده 5 يوم ولا 6 يوم، فهتلاقي الحصى عمران. في غلطه انا عملتها مع الخضر برضو،
اللي هو انا ما سجلتش الحصى او ما سجلتش ميعاد الحصى، فما عرفتش امتى اللهم صل على النبي ابص على الحصى بتاعي او اخلي بالي من الزغلول هيخرج امتى عشان ما يتكبس. وللاسف الزغلول اتكبس، فربنا يبارك لنا. احنا كانت مشكلتنا بس كلها ان هو يخص، الحمد لله الذكر خص تمام كده. دول اول مره يفرقوا، ده حصل ده يعني ده زغلول. اقسم بالله انا بستغرب على الحمام القليل، حمامتين قليلين ماشي كده فارخين زغلول شعرباز، يعني تبارك الله زغلول كويس بالنسبه لمستواهم. هو زغلول صعب. النتايه اللي احنا جايبينها دي جايبينها من عند يوسف. الدكر ده انا كنت ماسكه يوم ولادة كندا بنتي، وعشان كده كنت مخليه قلت اديله اي نتايه، ولما ربنا كرمه حصان معمر سبت لهم الزغلول بتاعهم. عندنا هنا برضو القص دول كان معاهم زغلولين اللي خدهم ابراهيم صاحبنا ولسه محصين، ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك وناخد منهم زغاليل تاني. دول برضو دول اللي حصاهم تحت المولد. النتايه دي برضو على وش حصاهم، وربنا يكرمنا ويكرم الناس. في لقطه عايز اقول لك عليها، استنى بقى. اللي احنا حطيناه اللهم صل على النبي ده تحديق الفا جريد، لو انت شايف معايا ده تحديق الفا جريد. في لقطه انا بعملها مع الحمام بتاعي بتحافظ على ان ريحه المكان بالذات في الادراج اللي هي البلاستيك دي، ان الادراج ما تعملش ريحه والامونيا ما تبقاش فيها كتير، وهي ان انا برش. انا عايز بس ايه نوز بس البخاخ. بص اللهم صل على النبي، بخ كده بسيطه بخ فيها كلور. اللهم صل على النبي. بص ده يا معلم بقى هيغني لك عن اي اسهالات، ولو الاسهالات تنزل تنشف، او لو الحمام عندك بيسهل ولا في حاجه، اول ما يسهل الاسهالات دي بتقف بتنشف، هتلاقي الزبله بتنزل تقف اكنها طوبه. فانا بعمل مع الحمام بتاعي كله او الادراج بتاعت الحمام بتاعي كله كده، حتى لو انا سهيت على الحمام بتاعي وما نضفتلوش الحمام ما شاء الله بيفضل. بص انا مش بعودك ان انت تبقى ما بتنضفش، لا، بس انت وارد ان انت تبقى عندك شغل، وارد تبقى مسافر، وارد فالحاجات دي بتعمل مشاكل كبيره قوي للطيور. فانت لازم تحافظ او تشوف خطه بديله ان انت تحافظ على طيورك. وصل لك الفكره؟ فالخطه دي يعني او اللقطه دي بصراحه جايبه معايا نتيجه كويسه، وانا قلت اقول لكم عليها لان هي ما شاء الله مناسبه جدا بالنسبه لي، واشتغلت بيها مع الحمام والحمد لله الحمام عندي محافظ عليه. تعال افرجك على مارادونا وعياله. طبعا الله اكبر ما شاء الله، معلم مارادونا بيقدم مستويات جميله. اوعي كده يا حاجه، الله اكبر ما شاء الله. ربنا يبارك لينا ويبارك ليكم ويبارك للجميع في كل حاجاتكم يا ربي. برضو القص دول اللهم صل على النبي كان معاهم زغلولتين والحمد لله تحتيهم حصى دلوقتي، وربنا يبارك لنا. عندنا هنا ايه القص التحضين دوت ما شاء الله، قص محترم بيحضنه كويس، وانا الحمد لله يعني برمي تحتيهم الزغلولتين فانساهم. بس المره دي حصان معمر فسبته، قلت يمكن اي حد كده ايه يتوكل على الله ويقولهم ربنا يبارك له، او ممكن نبيعهم زي ما هم زغلولتين تحضير. القص دول يا رجاله دول قص كان تحتيهم حصى بقالهم بتاع 10 ايام اقسم بالله، وانا مكسل ابص على الحصى بتاعهم، اقسم بالله مكسل ابص على الحصى بتاعهم. وبص دلوقتي لقيت الحصى مش عمران، فشلت الحصى وربنا يبارك ويحصوا تاني. اخر حاجه معانا النهارده هم القص دول. القص دول ربنا يبارك زي ما انت شايف كده، زغلولتين محترمين، حجم محترم، زغلولتين انت تعبان عليهم وشغال عليهم عشان اللي ياخدهم منك يقول شكرا يا عم اسلام او ربنا يبارك لك يا ابو كنده، انا خدت منك حمامتين الحمد لله صحه كويسه، حمامتين كويسين، وربنا يبارك لنا. ربنا يبارك للناس اللي احنا بنعمله او اللي احنا عايزين نعمله يا رجاله، ان احنا نشتغل
لما اجي اسلمك حاجه او تاخد مني حاجه، الحاجه انت ما تعنيش معاها، ما تتعبش معاها، لان احنا جربنا كتير واشتغلنا مع ناس كتير، وبصراحه اغلبيه الناس يعني الا من رحم ربي طبعا في حته بيع الحمام وشراء الحمام دي بيبقى فيها مشكله، فانت بتحاول تتلاشى كل دوت. فربنا يبارك لنا ويبارك لكم. الفيديو النهارده، الفيديو معلش انا اسف، الفيديو بتاع بكره هنفك السلاكه دي مع بعض تمام كده، وبعد كده هنرش ونطمن على الحمام، وبعد كده نبدا نرص السلاكات ان شاء الله باذن الله. هوريك حاجه بس قبل ما اقفل معاك، واقفل معاك وانا بفرجك. زي ما قلت لك حته الكسحه دي او المكسح دوت لازم يبقى موجود، عشان اخر مكان او اخر رف للحمام يبقى بعيد عن الزبله وبعيد عن الامونيا وبعيد عن القرف والحشرات والكلام ده تمام كده. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا لما نشيل دوت هنخرم في الحيطه اللي ورا دي، هنخرم مكان السلكات عشان تيجي تركب وتبقى عاليه عن الارض، فنعرف نكنس برضو زي ما بنكنس للوش دوت تمام كده. يبقى احنا بكره هنفك الوش دوت تمام، ونرش المكان ونخرم ونجهز كل حاجه على التركيب، ونتوكل على الله باذن الله. الفيديو اللي بعده افرجكم على السلكات السلك اللي احنا جبناها ان شاء الله باذن الله. اللي عايز اي حاجه انا مش هقدر اتاخر عليكم يا رجاله، انتوا عارفين كان معاكم اخوكم اسلام وكنده من مكانكم من سلكتكم. سلام يا رجاله.